عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. صلوا على النبي قبل اي حاجة. معانا بقى النهارده ايه؟ حاجة قمر قوي كده، بتنجان مخلل. طريقة البتنجان المخلل مني بقى. هفضيه في الحوض وهغسله كويس. هغسله كويس قوي عشان يبقى كده. سكينة فين؟ هشيل الحته دي وهغسلها كويس دي، ومش هشيل دي. ليه؟ لان ماما قالت دي لو اتشالت الابيض اللي جوه البتنجان ده هيسود هيغمق، واحنا بقى طبعا عايزينه لما يتغسل لما نخلله كده يحمر. واحنا بنعمل اي كلام ولا ايه؟ يتغسل كويس. نطلع حاجه قمر. متنسوش تعملوا لايك في القناه وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كده هعمل كده هشيل العنقود واغسله كويس. هخلص الباقي وارجع له. انا غسلته كويس وشلت العنقود زي ما قلت لكم، وغسلته بالخل. يعني بعد ما غسلته بماء غسلته بالخل، وبعدين بقى حطيت عليه ميه وولعت عليه. هنولع عليه، مش هنسيبه بقى لما يستوي يتهري ويبقى كله في بعضه عجين، لا هنسيبه لحد ما يستوي يبقى حلو، ما يبقاش محري. بس بقى كده ويستوي وهرجع لكم. وهيبقى ان شاء الله بتنجان احلى من بتاع المحلات عشان من ايدي. كان استوى خلاص، انا اللي عاملاه. نسيت اقول لكم ان انا حطيت ملح، نسيت اقول لكم بصراحه حطيت شويه ملح عليه. انا بقى كان استوى خلاص اهو. نروح بقى نحضر الخلطه السحريه بقى، الخلطه اللي ايه القمر بقى. يلا البتنجان بعد ما سلقته وخلاص. التكايه بقى في ايه؟ ان احنا ما نشيلش دي. بصوا بقى لما نشيل العنقود بتاعها كده هنلاقيه بقى ابيض. الابيض ده بقى بعد التخليل بيبقى احمر. وبرده السر عشان يبقى احمر في التخليل يبقى ايه؟ نخلله وهو سخن. انا خبره بقى. هنا بقى هشيل كل العناقيد. سخن قوي، بس لازم يتخلل وهو سخن عشان يبقى احمر كده وحلو، عشان نخلي خطوه زي دي تبوظ علينا كل حاجه. اخلص باقي الكميه واجي معاكم ونعمل الخلطه بقى. الخلطه اللي هي ايه؟ هتخليه محمر. يلا هنا بقى كنت بعمل الخلطه. حطيت معلقه توم كبيره وحطيت عليها معلقتين هريسه وهحط التالتة اهي عشان كميه البتنجان كبيره. هنا بقى الفلفل زودته حطيت كتير علشان كميه البتنجان كبيره، وكمان عشان يحمر البتنجان. هنا بقى معلقه ملح وهنا هحط 3 معالق من الكمون، معلقتين حلوين. هنا بقى دول 3 ليمونات، 3 ليمونات عصرهم في كوبايه هحطهم. وهحط شويه خل، حبه مش كتير، وهنقعد بقى نقلبهم. تسلم ايدي والله. نقلبهم بقى لحد ما المكونات كلها تبقى في بعضها. بس كده ايه. هنا بقى بعد ما عملت الخلطه هبدا احشي معاكم. اخلله نفتحها كده لاخرها خالص، نولها لاخرها، نحط الخلطه. ولازم الخلطه تبقى موجوده في الجناب كده، نحطها في الجناب من هنا كده ونملاها كلها كده ونرصناها في العلب. هعمل بقى كله كده. هعملهم بقى كلهم وخلص بقى الكميه وارجع لكم. كنت عملت كل الكميه اهي، واتبقى حبه خلطه.
عصرت بقى ليمونه في كوبايه واحطهم عليها، وبنفس كوبايه الليمون هروح على الحله اللي احنا سلقنا فيها البتنجان واخد شويه ميه احطهم كده، اخد شويه تاني واقلبهم، وهاخد شويه خل بس كده. هقلب بقى وانزل بقى على البتنجان العظمه اللي انا عاملاه، انزل بقى ايه كده. الله الله، شايفين الجمال؟ انا اللي عامله العظمه دي، انا مش مصدقه ان انا اللي عاملاه، بس يلا انا اللي عاملاه. هنا بقى انا رصيت البتنجان في طبق، وبصوا بقى هنا الميه، بصوا الدقه بقى بتاعتها قمر قوي، بصوا حمرا ازاي، ولا طعمها بقى خرافه. هاخد بقى كده وارش على البتنجان بس كده بقى. ده بقى العظمه اللي انا عملتها، عظمه دي كلمه قليله عليه. بس بقى كده يبقى فيديو النهارده خلص، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وقولوا لي في الكومنتات بعرف اعمل بتنجان ولا لا.